نعم، نتابع على الصورة جدة لاعب القادم الجديد الوفد الجديد على المنتخب الوطني إبراهيم دياز، طبعا حاضرة في المدرجات لمتابعة المنتخب الوطني، وكيف كنشوفوا لابسة القميص المنتخب الوطني وتدعم يعني اللاعب بحضوره في ثاني مباراة مع المنتخب الوطني. نعم، وهذا هو الجميل أيضا في المنتخب الوطني. بلا شك. نعم، شيء طبيعي. فكنتصور انه هذه الاشارات فرق قدمها لنا مدرب المنتخب الوطني في الفتره الاخيره لما اشتغلوا هذه الفعل يعني منذ فتره. وما ننساش ايضا الدور ديال صاحب الجلاله، لانه لما كان الاستجواب مع اللاعب فهو الاربع مرات كيشكر صاحب الجلاله. لكن بلا شك انه خصنا نقدموا ايضا الشكر للعائله ديالو، لانه ربح مهما كان. فبالاضافه للجانب الاعلامي اللي كيعطيه المغرب، لانه الجميع كيتكلم على دياز، راه لاعب كيلعب في اكبر يعني فريق في العالم ريال مدريد. فكل العشاق تاع الان للمنتخبين إلى رقعة الملعب. كنتابعوا من خلالها يعني تفاصيل ديال هذا اللقاء وايضا الاداء ديال المنتخبان معا في غمار هذه المواجهه. فقلت بانه واحده من اللقاءات اللي غادي نشوفوها بين المنتخبين، المنتخب الوطني المغربي. حكيمي، ابراهيم دياز، مرور ممتاز لابراهيم، لعب الكره ديالو حاول المر، ولكن هنالك مخالفه. الحكم بودو اخذ ورد امير ريشاردسون، اخذ ورد، كرة كترجع مرة أخرى. ابراهيم دياز يحاول ما يمكن ينسل، ولكن جال يسرى شادي رياض. جماهير في المدرجات تحاول ما يمكن أن تعطي نكهة خارج رياض. ابراهيم كينسل، دياز لعب الكرة ديالو جال يسرى الزاوية. إذا ابراهيم دياز كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء. حكيمي في الخط الأمامي عبر راس حربة ويبحث من أجل استخلاص هكذا كرات. عطية الله الياس بن صغير، عمليه ديال المراوغه ديالو ناجحه، ممتاز كيسال امام جوج ديال اللاعبين. وفي اخر تلعبات عند ابراهيم كيرفع الكره ديالو، تغطيه من الدفاع من جديد للمنتخب الوطني المغربي. الياس ايضا السيد احمد ولد يحيى، متابعه ابراهيم زياش. نذكر بانه نصف ساعه من اللعب لحد ساعه. ابراهيم كيغير جهه اليمنى. اشرف حكيمي اختار الكره ديالو المنتخب الموريتاني هذه المره من جانب بابي ابنوبا، ضائعه. ابراهيم، حكيم زياش، دياز، ابراهيم كيحاول يخترق. ابراهيم كينطلق ابراهيم.